بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الآية الثالثة من آل عمران هي قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية تدل على أن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على شفا حفرة من النار، فأنقذهم الله ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنقذهم الله بهذا الدين العظيم وبكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من لطائف هذه الآية عدة قضايا. القضية الأولى: هذه الآية تدل على أنه لا يهلك عند الله ناج، فالله استنقذهم من النار مع أنهم كانوا على شفة منها. ثانيا: هذه الآية تربي الإنسان المؤمن على أن لا ييأس من دعوة الناس، فقد كان بين الناس وبين سقوطهم في النار كما بينت الآية هي مقدار قليل على شفا حفرة من النار، ومع هذا استنقذهم الله سبحانه وتعالى، فلا ييأس الإنسان من دعوة غيره. اللطيفة الثالثة: هذه الآية تدل على أن دين الله نجاة وإنقاذ من النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لم ينقذ الله الناس إلا بدينه وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم.